ازيكم؟ النهارده هنتكلم على اول نوع سبلمنتس معانا وهو البروتين. البروتين يمكن يكون من اهم انواع السبلمنتس اللي موجوده، لان هو مسؤول عن بناء الانسجه، الجلد، الشعر، واهم حاجه طبعا العضلات. البروتين هو اللي بيبني لنا عضلاتنا، والبروتين بيبقى فيه مجموعه امينو اسيدز زي البي سي اي اللي هو البرانش تشين امينو اسيدز. دي هنشرحها في حلقات جايه. دلوقتي ايه هي انواع البروتين؟ عندنا كذا نوع من انواع البروتين كمكمل غذائي. اول نوع بيبقى معانا الواي بروتين، والايزوليتد، والهيدرولايزد، والكازين، والويت جينر. اول نوعين اللي هو الواي بروتين والايزوليتد، الاثنين مفيش ما بينهم فرق قوي. ده بيبقى نسبة البروتين فيه 80%، وده بيبقى نسبة البروتين فيه 90%. بعد كده عندنا الهيدرولايزد ده البروتين بيبقى متكسر بصورة أكبر شوية من الاثنين اللي قبل كده عشان امتصاصه يكون أسرع ووصوله للعضلات يكون أسرع. بعد كده عندنا الكازين ده بروتين بطيء الامتصاص، بيوصل للعضلات ببطء، بطنك بتهضمه ببطء فبيوصل للعضلات على مدار اطول شويه، وده بيكون احسن وقت ليه قبل النوم، لان الوقت اللي انت بتبقى نايم فيه ما بيكونش فيه غذاء واصل لعضلاتك بنسبه كويسه، فالكازين بيبقى كويس في الوقت ده. خامس حاجه معانا الويت جينر مكمل غذائي بيبقى فيه نسبه الفاتس اعلى، نسبه الكاربز اعلى، وده بيكون للناس النحيفه اللي عايزه تزيد وزن. استنونا في الحلقه الجايه، هنقول لك امتى تستخدم كل نوع بروتين من اللي احنا قلناهم، ولو عندك اي سؤال اسالنا على هاشتاج سبلمنتك.